بيكم أصدقائي ومتابعيني الأوفياء. نعود لكم بقصة جديدة لكن أحداثها في النهاية مؤلمة. بطلها من الهند، شاب وسيم ونشيط، فاز على الممثل التركي بوراق في قلب تركيا في العديد من الجوائز العالمية. نهايته مأساوية، حياته بتنتهي في عمر صغير. القصة دي هتخلينا نعيد نظرنا في الحياة، هناخد منها عبرة واستفادة، وتأكدوا إن لا شيء يدوم إلا وجه الله تعالى. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الاشتراك ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. ولد سيدراهات شكوار 12 ديسمبر 1980 لعائلة هندوسية في مومباي. أبوه كان مهندس مدني يعمل في البنك الاحتياطي الهندي، أمه ربة منزل. أبوه مات بسبب اضطراب في الرئة خلال أيامه في عرضه للأزياء. لديه أختين كبيرتين. التحق بالمدرسة الثانوية وحصل على البكالوريوس في التصميم الداخلي. كان طفل موهوب ونشيط ورياضي للغاية في التنس وكرة القدم. مثل مدرسته أمام فريق كرة القدم كلاعب ضد كرة القدم الإيطالي، ضد نادي فريق الإيطالي فريق ميليانو اللي تحت عنوان 19 سنة، اللي كانوا بيزوروا بومباي الهند. بعد حصوله على درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي، عمل في شركة تصميم داخلي لمدة 2 لحد عام 2004 اللي تغير مسار حياته من شخص عادي لعالم الشهرة. دخل سيدراهات كوصيف في مسابقة ميك موديل كأول ظهور بعد نجاحه كعارض أزياء. كمان ظهر في فيديو كليب مع المغنية الهندية آليا أروى. أما في عام 2005 دخل سيدراهات كممثل هندي في مسابقة عارضة أزياء في العالم اللي أقامت في تركيا، وكان هو أول واحد هندي وأول آسيوي يفوز على 40 شخص في المسابقة من أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. بعد فوزه باللقب ظهر بقى في العديد من الإعلانات العالمية والهندية زي إيس بيك جام. بعدها توالت عليه الأعمال. في عام 2008 ظهر في أول عروض تمثيلية كدور البطولة في برنامج تلفزيوني هندي مع الممثلة الجميلة أشواط. كمان لعب في نفس السنة في برنامج تلفزيوني بيبث على قناة ستار وان مع العديد من الممثلين الهنديين. في عام 2011 ظهر سيدراهات في حلقة في دور في مسلسل سي أ بي، المسلسل اللي بيعتبر من أشهر وأطول المسلسلات الهندية اللي استمر 20 سنة من عام 1998 لعام 2018. أما في عام 2012 ظهر سيدراهات في البطولة في مسلسل بياكو فادو اللي بيعتبر هو من أشهر الأعمال اللي كسبت له شهرة وشعبية واسعة. كمان حصل بعدها على العديد من الجوائز والتشريحات والترشيحات اللي حالته اللي يحصل على جائزة أفضل رجال الأندية في حفل تقديم الجوائز الهندية. في عام 2013 شارك سيدراهات في عروض برنامج رأس المشاهير اللي تم إقصاؤه في الأسبوع ال11. بعدها وقع على 3 أفلام من أقوى الشركات الإنتاجية الهندية. زي في عام 2014 ظهر أول مرة في عالم بوليوود، منصة الأفلام الهندية. بالتحديد كان في الفيلم الكوميدي الرومانسي لاعب دور خطيب الممثلة الهندية آليا بيهار، اللي حصل بعدها على جائزة الفيلم أفضل في حفلة توزيع جوائز ستار لايف لعام 2015. في نفس السنة لعام 2014 تم اختياره كموظف في برنامج الجرائم اللي قدم فيه قصص لأشخاص عادية حاربوا الجريمة. في عام 2015 بعد خروج سيدراهات من برنامج بياكو فادو دخل كمذيع في برنامج انديا's جود ستار اللي الموسم السادس. بعد انتهائه من البرنامج انديا's جود في عام 2016 فاز سيدراهات في برنامج الواقع المثير، وفي العام نفسه استضاف برضه في برنامج انديا's جود للموسم السابع مع بهارات سبيت. في نفس السنة لعام 2016 شارك في العديد من الأفلام الهندية اللي حصل منها على العديد من الجوائز والترشيحات. وشارك بعدها في سنة 2017 لحد سنة 2019 شارك في مسلسل هندي كان بيذاع على ستار وان. أما شارك في برنامج الواقع اللي هو بيذاع في بيج بوس تيستر، اللي هو اتصنف على إنه المتسابق الأكثر شعبيا في بيج بوس تيستر، وتم إعلانه كفائز في عام 2020، وده اللي جعله يحتل المركز الأول طوال 20 أسبوع. كمان ساعده في التصويت على أنه باعتباره المتسابق المفضل في عام 2020. كمان ساعدته شعبيته الهائلة في الظهور في مقطع فيديو موسيقى في نفس السنة كواحد من كبار السن مع هنا خان وجوهر خان.
أيضا سيدرهات دخل كواحد من ضمن المتسابقين في أول أسبوعين على إنه رفيق المنزل الأكثر شعبيا في بيج بوستر. بعدها ظهر في فيديو كليب آخر. بعدها انضم كواحد من ضمن فريق عمل برنامج وبيك كفار اللي احتل مكان سليمان خان لأنه كان مشغول سليمان بأعمال أخرى. أما في عام 2013 دخل في مجلة تايم أوف الهندية اللي بيعتبر أكثر الرجال المرغوبين فيه عشان يحتل المركز الأول. أما في عام 2017 تم الإعلان عنه أنه من أكثر الشخصيات الأناقة والجذابة في المسلسلات التلفزيونية. كمان تم وضع سيدرهات في قائمة رفيق الأكثر شعبيا في بيج بوستر سيب، عشان كده حصل على العديد من الترشيحات اللي كان من أهمها اند ذا فويس. أما في عام 2015 حصل على العديد من الترشيحات في ستار لايف اللي كان من أولها احتل المركز الأول سنة 2012 والمركز 34 سنة 2013 والمركز 33 سنة 2014. احتل المركز ال 15 سنة 2019. أما احتل المركز ال 11 سنة 2020. احتل المركز رقم 5 و6 في سنتين اللي هو سنة من 2017 ل 2018 عشان يعتبر سيدرهات من أكثر من ضمن 20 رجل مرغوب فيه في قائمة مجلة تايم أوف الهندية ومن أكثر الرجال البحث فيهم في الهند. كمان حصل سيدرهات على المرتبة الأولى على التوالي في قائمة ذا تايم توني فورست. أما في سنة 2017 تم الإعلان عنه في انديز إنه من أكثر الشخصيات الأناقة في التلفزيون. كمان تم وضعه أيضا في المركز العاشر كأفضل في القائمة الحصرية من ضمن 22 رجل هندي مثير. أيضا بيحتل سيدرهات المركز التاسع في الشخصيات الأكثر أناقة في مجال البحث في الهند على محرك البحث جوجل. كمان يحتل المركز 17 و13 كأفضل شخصية تلفزيونية أنيقة. أما في سنة 2020 تم الإعلان عنه إنه هو من أكثر الشخصيات الكاريزمية التلفزيونية في صحيفة انديز 4. أما سنة 2021 قبل عرضه لفيلمه الأول بيج 14 يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر لسنة 2021 رحل على عالمنا سيدرهات ونزل الخبر وفاته صدمة على الجميع، ونزل الخبر كصعقة على الجميع من أعجابينه وأهله وأصدقائه وزمايله في العمل. يموت سيدرهات عن عمر نازه 40 سنة فقط بعد تعرضه لنوبة قلبية شديدة. تم الانتهاء من تشريح الجثة في مستشفى بومباي. تبين للأطباء أنه لا يوجد أي إصابات خارجية أو داخلية في جسمه، وأن سبب وفاة سيدرهات سكتة قلبية حادة. حضرت عائلة سيدرهات للمستشفى في مومباي حوالي الساعة 10:30 صباحا بعد اليوم الثاني من وفاته، وتم إعلان خبر وفاته. نفت كمان عائلته أن هو لا يوجد أي تلاعب في وفاته، رافضين فكرة أن هو يوجد مؤامرة في القضية. ظلت جثة سيدرهات في المستشفى حوالي يومين، بعد كده سلموها لأهله، ووصلت إلى الجثة إلى المحرقة حوالي الساعة 1 الظهر لحرق حاضرين حبيبته وصديقته المقربة شاهيناز. كمان أفراد عائلته عشان يودعوا. شهدت شاهيناز وهي بتبكي ومصدمة على موت صديقها اللي هي ما زالت لحد الآن غير مصدقة إن هو مات. كمان أهله ما استوعبوش الأمر لأنه كان بصحة جيدة. ووصل كمان عدد كبير من المشاهير لتقديمه وتوديعه واحترامهم للآخرين عشان يقفل الستار على حياة ممثل طموح ما ساعدش بنجوميته وما حصدش كل ثمار تعبه. في النهاية القصة دي كانت موعظة إن الموت المفاجئ نذير، فاحسنوا أعمالكم. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.